بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الكلمات الثلاث التي طلبها منا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ هذه الأيام من بداية عشر ذي الحجة أو من بداية شهر ذي الحجة. الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها وطلبها منا صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بالذات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الخير والرشد والسداد، أمين يا رب العالمين. الحديث كعادتي في تصحيحه وتحقيقه هو في مسند الإمام أحمد رحمه الله من تحقيق المحدث شعيب الأرناؤوط رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله صلى الله عليك يا رسول الله، ما تركت خيرا إلا أتيتنا به، وما تركت شرا إلا نبهتنا عنه من أجل الابتعاد عنه. صلى الله عليك يا رسول الله يا نبي الله، عليك من الله أزكى الصلوات وأفضل التسليم، آمين يا رب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا التهليل وهذا التكبير والتحميد جاءت صوره عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم طبقوا الإسلام على الأرض وأخذناه عنهم. كان ابن مسعود يقول في هذه التكبيرات، أي تكبيرة العيد وتكبيرة ما قبل العيد وما بعد العيد. ما هي التكبيرات؟ لأن هذا التكبير يعني الذي هو تحت ذكر الله تبارك وتعالى من أول ذي الحجة إلى اليوم 13 من الشهر، أي آخر أيام التشريق. هذه الأيام كلها ذكر الله تبارك وتعالى، وذكرها ربنا في القرآن. قال: ليذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي 10 قبل العيد، واذكروا الله في أيام معدودات هي 3 أيام بعد العيد، أي المجموع من أول الشهر إلى يوم 13 من هذا الشهر، شهر ذي الحجة. وهذا تفسير ابن عباس لقول الله تبارك وتعالى في أيام معلومات، قال 10 قبل العيد، واذكروا الله في أيام معدودات قال 3 أيام بعد العيد. إذن واضح الأمور. الآن صورة التكبير وكيفية التكبير في هذه الأيام. كان الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم كابن مسعود وعبد الله بن عمر وأبو هريرة كانوا يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الصورة والكيفية لهذا التكبير العظيم التي هي مشهورة وقوية، هي هذه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هكذا التكبير في هذه، لا تنسوا أيها الأفاضل، أمر عظيم. تعلمون ما هي كلمة الله أكبر؟ أعظم كلمة. تعلمون ما هي كلمة لا إله إلا الله؟ أعظم كلمة. تعلمون الحمد لله؟ أعظم كلمة. هذه كلمة عظام تذهب همكم وغمكم وتأتي برزقكم وتسعدكم في دنياكم وفي أخراكم. أكثروا منها في هذه الأيام. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام، فيكبرون بها ويكبر الناس في الأسواق بتكبيرهما. عبد الله بن عمر وأبو هريرة خرجان الأسواق فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكبرون بها
والناس في الأسواق يكبرون بتكبيرهما الله أكبر. هذه السنة العظيمة وهذا الذكر العظيم والتكبير العظيم ينبغي أن يعاد إلى الأمة وأن يبعث في الأمة وأن يحيا في الأمة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. فأكثروا نساء ورجالا صغارا وكبارا في الأسواق، في الطرقات، في العمل، في الذهاب، في الإياب، في المساجد، أكثروا من هذا التكبير في هذه الأيام من بداية، وهذا الذكر العظيم عموما من بداية الشهر إلى آخر أيام التشريق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، فالموفق من وفقه الله، وما توفيقي إلا بالله. ولا تغفلوا الخير العظيم والربح الكبير في الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، فصلاتي لك كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، فهموم الدنيا وهموم الآخرة تكفى بماذا؟ بكثرة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الترغيب 1671 من حديث حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما. هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين يا رب العالمين.